حسين رياض أبو السينما المصرية. أطلق عليه هذا اللقب لبشاشة وجهه وطيبة قلبه اللي مكنته من تأدية دور الأب للعديد من الفنانين والفنانات باتقان وبراعة كبيرة. الفنان حسين رياض تخلى عن الالتحاق بالكلية الحربية من أجل الفن، رغم إن ده كان حلم والده إنه يصبح ضابط، لكن رغبته الفنية خلته يصمم إنه يبقى نجم في عالم الفن. في بقى مفارقة إن صوت حسين رياض كان حلو، وكان بيحلم إنه يقف في ساحة الغناء ينافس عبد الوهاب وأم كلثوم وحليم، لكن القدر لم يمنحه الفرصة لتحقيق حلم حياته، لأنه هو شاب عمل عملية دقيقة في الأحبال الصوتية أثرت على صوته خلته زي ما هو عليه. اشتغل فنان حسين رياض في الإذاعة في مسلسلات إذاعية كتير، حقق حلم طفولته، قدم لإذاعة الأطفال أغنية جدو يا جدو يا أجمل جد. الفنان حسين رياض مات على خشبة المسرح بعد أزمة قلبية حادة، وللأسف لم يتمكنوا من إسعافه. كان موصي زوجته وبنته إنه يدفن بعد موته 24 ساعة، لأنه كان متأثر بآخر أعماله فيلم ليلة الدخلة عن رجل صحي من النوم لقى نفسه مدفون. علشان كده وصى الوصية دي، ومحدش عارف هل هو مات على سريره أم داخل القبر، الله أعلم. الخلاصة اللي ناخدها من فنان بحجم حسين رياض إنك ما تقفلش عند حلم واحد، لازم يكون عندك العديد من الأحلام، لازم تشتغل على نفسك علشان تقدر تحقق أحلامك وتبقى جدير باحترام الناس. فناننا الجميل حسين رياض مات سنة 1965 بعد ما ملى الدنيا تمثيل وإبداع. الله يرحمك يا عم جاديليو.